هذا مفتون بالنساء أعانه الله، قال: قد حاصرتني فتنة النساء، قد حاصرتني فأنا لا أستطيع غض بصري عنهم، تأتيني أفكار في ذهني سيئة جراء هذه الفتنة، فأرشدون مأجورين. لا أرشدك إلا إلى شيء، إن كنت تعمل في مكان مختلط فيه الفتنة فاخرج من هذا المكان وغير مكان العمل. إن كنت ممن له محل لبيع لباس النساء فغير وتعامل مع الفحول حتى لا تحدثك نفسك بشيء آخر. فالخروج من فتنة النساء له وسائل وله أسباب ينبغي أن يتعاطى معها المسلم حتى ينجو من هذه الفتنة، لأن الله الذي أمرنا بغض البصر يعلم أننا نستطيع أن نغض البصر، لكن أن نكون في حي من النساء لا يلتف حولنا إلا النساء، فلا يستطيع المسلم بعد هذا أن يقول إنني مفتون ولا أستطيع أن أغض بصري، لأنه حقيقة لا تستطيع أن تغض بصرك وأنت في مكان لا يعمل فيه إلا النساء، خاصة المتبرجات أو حتى غير المتبرجات. فالواجب عليك أن تنتقل من مكان العمل أو مكان وجودك. إن كنت ممن يجلس في الشارع كثيرا فينبغي ألا تجلس في الشارع كثيرا، والتزم المسجد ما أمكن. إن خرجت من العمل فاقصد بيتك مباشرة، وإن كان معك وقت فراغ فلا تجلس في الشوارع تنظر إلى هذه وهذه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالس غيرها. قال: إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها، وذكر منها غض البصر. فينبغي أن تغض بصرك، وأن إن كان سبب فتنتك بالنساء جلوسك في الشارع أو عملك مع النساء أو تعاملك مع النساء فينبغي أن تحرص على قطع هذا حتى لا تقع في الحرام. وإن لم تكن متزوجا فبادر إلى الزواج، فأشبع رغبتك من أهلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فيها فليرجع إلى أهله، فإن فيها ما في الأخرى.